إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا سيدنا محمد المفتاح برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة من سلم دائما بدوام كله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضلني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة فإذا هم خامدون يا حسرة العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وأيض لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وأيد لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تجزى نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين والقول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحانه شمومنا وغمومنا يا حي يا قيوم اللهم إنا نستغفرك ونستودعنا أنفسنا وأهلنا وأولادنا أموالنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وأجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندم في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا خصوصا على روحه شيخ أحمد شيخ عبد الله بن أحمد بن سودان ثم إلى صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد بن عبد الله إخوانه ثم إلى أمواتنا وأمواتهم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وللمؤمنين المؤمنات يا رب العالمين وارزقنا اللهم كمال المتابعة له صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين بسم الله القدير مقتدر وقاهر لكل غاو غدير من العتاة الظالمين يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين وكل باغ مارد وفاجر معاند وكل طاغ حاسد من البغاة المفسدين يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين به نستنصر به نقتدر بسيف بشد نكهر أعداءنا المعاندين يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين والحمد دأبا سرمدا ودائما مؤبدا وليس يوصى عددا لله رب العالمين يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين سبحان من عز وجل بار الأمان والوجل قضى لكل بالأجل من سائر الخلق أجمعين يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين نسألك رفع الوبا والآذى والبلا وشر كل مبتلى وكيد كل الظالمين يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا بسر والمسلمين طه المجتبى على السبع العلا والآل أرباب العبا وصابه المجاهدين يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والتابعين والمسلمين الأصفياء العابدين الأولياء الزاهدين الأتقياء المصلحين المحسنين يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا من والمسلمين ماضي وغابر كشيخ عبد القادر من خص بالسرائر بين العباد الصالحين يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا ثم البقي والمسلمين حجتنا وببنيه ذخرنا علوينا علينا والكتب سقاف مكين يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا وابن والمسلمين المحضار النادي ذي الأسرار حاوي الحمى والجاري الغوث حثم الظالمين يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والعيدر والمسلمين فخرنا وشيخنا حدادنا هو غوثنا هو كنزنا وهو ملاذ اللائذين يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين والشيخ أبو بكر الهمة من سائل من سالم العب
بالحسن وببني غوث الأنم والعدن حبر النمي يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين وبزين أحمد هو نور كل مهتدي وجعفر ذي الرشد سلطان كل العارفين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين بذي اليقين العطس بالحسن برس وبالخليفة بارس الغوث كون أجمعين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين وبالشجاع عمدة غوث غياث عدتي ومنقذي من شدة البركة في القاصدين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين وبالوجيه والجمال وبالصفي والكمال ومن لهم به اتصال من أهل حضر أجمعين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين لشيخنا الحولاحي لمن حل في جلاجل عمر غياث الآمل البركض الكامل يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والعذر والمسلمين الذاكر في كل حال شاكر ومستقيم صابر حاوي خصال المهتدين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين وابن سميط المشتهر الكتب سيدنا عمر صم الصفي بار الدر الكتب الدعاة الناصحين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا بالسر والمسلمين حامد بن عمر وابن الحسن ذاك الأبر ومن إذا يدعى حضر لمن يناديه يعين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين وبالولي الحب النور لأهل الله بن أصل بجاه كل شان وهب لنا حسن اليقين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين بمن في هذا العرض حل شيخ سيدنا الأجل يسر لنا كل الأمال والطه بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يسر بشيخ الجوفر يعجل لنا باليسر والفتح ثم الناصر آمين رب العالمين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين بسر شيخ الجوفر يعجل لنا باليسر والفتح ثم الناصر آمين رب العالمين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين وعطرة البر الكرام وخص سيدنا الإيمان عبد الله العلي المقام وأهل المخرج أجمعين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا وكل من والمسلمين في قدرنا من كل بر محسن وسائر أسلاف لنا نسل الحسن مع الحسين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا ومن عمود والمسلمين الإمام وأولاد الغر الكرام ممن حوى ذاك المقام من كل قيد من مكين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا بحضرة القوم والمسلمين الليث ووعدها يوم الثالث بها انتفت عن المغوث من حينة قاصدين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا الشيخ ذي والمسلمين حاز العلا وارتاح فيها واعتلى مرسومه بين الملا في الوقت شيخ العارفين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا الشافعي والمسلمين مذهب والعلوي مشرب وهو الذي يدعى ببا سودان بين العالمين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا عين والمسلمين العناية ذو الفطن سكي كؤوسة المنن أحيا الطريق والسنن فاتي وتاج الطالبين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا شيخ الشيوخ والمسلمين الجامعي ذي حل قرب الجامعي سلك به يا سامعي ولد بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا بالمصطفى اصل أمرنا في حق المرتضى اكشف كربنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا بأسرار مطلوبنا البتول بنا
بنا وبحق الحسن كلنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا وبزين العابدين مطلوبنا اغفر لنا وبحق الباقر أتمم نورنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا وبصدق مطلوبنا صادق اجمع شملنا وبحق الكاظم ارفع قدرنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا بأنوار مطلوبنا العروض اهدنا بمعروف الجمال جمل لنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا بحق البر مطلوبنا عيسى فاشفنا وابن أحمد سهل صعبنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا بأوصاف مطلوبنا عبيد نجنا وبعلو فكمل سعدنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا يا طاف مطلوبنا الجمال اسمع لنا وبعلو وعلي دخرنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا ولمن شرف مطلوبنا إرباطا كذا علو وعلي نصلنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا وبآيات مطلوبنا الفقير الغوث يا غوثنا هيا لنا هيا لنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا وبنيه علم مطلوبنا وعلي وشهاب الدين بالكل احمنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا وبعبد الله يا أبا علوي وعلى سلوه الغوث كفنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا وجمال الدين مطلوبنا وشكله ووثنا السقا في كل عنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا وابنه السكران مطلوبنا والمخضر وإخوات الباقين عجل نصرنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا وبحق العدروس الكتب والفخر نعم الغوث فادفع شرنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا وشيخنا مطلوبنا علي وابني وشهاب الدين تمم قصدنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا وبسر الفخر مطلوبنا والغوث الذي حل في عناد فازم خصمنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا وبالحامد مطلوبنا والمخضر ثم الحسين أهلك عيدانا وبقنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا والفقي الحبر مطلوبنا والشيخ الذي حل في مكة سهل صعبنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا وجمال الدين مطلوبنا جدي وابن العدروس الحبر فانصر جندنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا وبشيخي مطلوبنا وإمامي والدي قدوة الدين ومصباح الدنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا ربنا مطلوبنا فانفع بهم يا ربنا واغفنا كل مهم وعنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا ربنا عجل بهم مطلوبنا واكشف الحال الذي حل بنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا سادتي إني بكم جار لكم ما خافوا قد ضيما أونا الله 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 حسبنا ربنا جلنا ستر الناس مطلوبنا ومن ذا مثلكم يا أعز الناس يا كنز الغنى الله 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 حسبنا ربنا جلنا أنتم الأقطاب مطلوبنا والأوتاد يا خير من حاز المثاني والثناء الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا فإلى من غيركم يا سادتي يلتجي إن حان خطب أو دنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا ليس لي ملجأ سواكم فادركوا هيا 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 ها هنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا هيا هيا مطلوبنا عجل لغار يدرك العبد بها أقصى المنى الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا ربنا فاكشم بهم مكروهنا واحمنا من كل خطب أمنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا وها مطلوبنا بالمصطفى الهادي يكفنا كل شر وعدو يا ربنا الله 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 حسبنا
حسبنا ربنا جلنا صلاة مطلوبنا وسلاما دائما يتغشاه بها كل هنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا وعلى مطلوبنا آل وأصحاب ومن بعدهم ما لاح برق أو سنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا آمين يا الله آمين يا الله بهم يا ربي آمين يا الله سلك فرج كربي آمين يا الله أنت إلهي حسبي آمين يا الله على البغاة الكائدين آمين يا الله عجل برفع ما نزل آمين يا الله إنك لطيف لم تزل آمين يا الله من غيرك عز وجل آمين يا الله ولا لطيف بالعالمين آمين يا الله رب فينا شر العدا آمين يا الله وخذهم وبددا آمين يا الله واجعلهم لنا فدا آمين يا الله وعبرة للناظرين آمين يا الله يا رب شت شملهم آمين يا الله يا رب غرق جمعهم آمين يا الله يا رب قلل عدهم آمين يا الله واجعلهم في الغابرين آمين يا الله ولا تبلغهم مراد آمين يا الله ونارهم تصبح رماد آمين يا الله إذابها يا عين صاد آمين يا الله في الحال ولوا خائبين آمين يا الله وشر كل ماكرين آمين يا الله وخائن وغادرين آمين يا الله وعاين وساحرين آمين يا الله وشر كل المؤذين آمين يا الله من معتد وغاصب آمين يا الله ومفتر وكاذب آمين يا الله وهاجر وعائب آمين يا الله وحاسد وشامت آمين يا الله يا ربنا يا ربنا آمين يا الله يا ذا البهاء وذا السناء آمين يا الله وذا العطاء وذا الغنى آمين يا الله أنت مجيب السائلين آمين يا الله يسر لنا أمورنا آمين يا الله واشرح لنا صدورنا آمين يا الله واستر لنا عيوبنا آمين يا الله فأنت بستر قميل آمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا آمين يا الله وكل ذنب عندنا آمين يا الله وامنن بتوبة لنا آمين يا الله أنت حبيب التائبين آمين يا الله بجاه سيدنا الرسول آمين يا الله والحسن والبتول آمين يا الله والمرتضى أبي الفحول آمين يا الله وجاه جبريل الأمين آمين يا الله ثم الصلاة والسلام آمين يا الله على النبي خير الأنام آمين يا الله وآله الغر الكرام آمين يا الله وصحبه والتابعين آمين يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون
إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أذري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء يا إلهي من نوازل بلاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء خير كل واهدنا بهدى يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء نستعينك ونستغنيك عمن سواك يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء الفضل والإحسان نرجو عطاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء كل المظالم كلها في رضا يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء إياك نعبد ونشهد مشهدنا نرى يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء ونشهد أنك ترانا نور عين استفاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء شواهن مشاهن من يوالي ولا يا أرحم الراحمين ارض بنا في ومن قضاء على سنة الهدي يراعي رعاه يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء للقرآن وبحق نبا يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء إليك تحقق أن هذا حكى يا أرحم الراحمين ارض بنا في وصار قضاء قلبه قلمهم دلا من صفا يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء العلم والتعظيم يا الحسنى يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء من كان حظ منك وافر هنا يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء سابق العلم جاء الله من قدر يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء وأدركته العناية حيث جئت يا وجاء أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء لا بمجيبك صار سمع دعاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء إليك وخيم حتى ساح فينا يا أرحم الراحمين ارض بنا في على قضاء الهنا والمنى والباس شئت وشاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء يا ربي هب لي في رجاء من رجاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء دعائي وقربني مع من دعا يا أرحم الراحمين ارض بنا في وأنت قضاء حسبي وعوني فاشفني بشفاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قلبي قضاء وقلبي والبسني لباسا يا أرحم قيا الراحمين ارض بنا في وقد قضاء روحي بذكري واحمني بحما يا أرحم الراحمين ارض بنا في وحبب قضاء لي وحبب لي محبة يا أرحم لقاء الراحمين ارض بنا في أستغفر قضاء الله غفرانك لمن قد يا عصاك أرحم الراحمين ارض بنا في واصدق قضاء يقيني وثمني ثبات يا أولياء أرحم الراحمين ارض بنا في والحمد قضاء لله واختمها بطابع هدى يا أرحم الراحمين ارض بنا في صلاة قضاء ربي وسلم نزل مزلما يا أرحم الراحمين ارض بنا في على النبي قضاء المصطفى المحمود خن من بيا يا أرحم الراحمين ارض بنا في على قضاء الحياة الذي يحيا به من يا أرحم حياة الراحمين ارض بنا في والآل قضاء والصحب والحقنا باسم يا اسفياء أرحم الراحمين ارض بنا في يا من قضاء الخائفين نجنا مما يا من نخاف الخائفين نجنا مما يا ولي نخاف الصالحين كن موالينا يا من وكاف الخائفين نجنا مما يا جالس نخاف الذاكرين اهدنا سبل يا من العفاف الخائفين نجنا مما يا نخاف مجيب السائلين رهبنا واغفر يا من وعاف الخائفين نجنا مما نخاف نستعينك يا معين شفها عنسا يا من شفاف الخائفين نجنا مما هب لنا فتحا نخاف مبين جاء بالنصر يا من مواف الخائفين نجنا مما شر نخاف المؤذين كفهم عنا يا من كفاف الخائفين نجنا مما والعتاد نخاف الظالمين حدهم حتى يا من التلاف الخائفين نجنا مما شرهم نخاف فيهم مبين منهم فيهم يا من مضاف الخائفين نجنا مما خاسرين نخاف منبرين ذهبوا يا من بالانصراف الخائفين نجنا مما مرتدين نخاف هالك في شفجر في يا من الهياف الخائفين نجنا مما والطغاة نخاف الباغين اكفهم يا خير يا من كاف الخائفين نجنا مما حسبنا الله نخاف المعين هو لا يا من خلاف الخائفين
نجنا مما وكف نخاف المتوكلين كل شر من يا من مخاف الخائفين نجنا مما ورب نخاف العالمين وإليه يا من الانعطاف الخائفين نجنا مما كافنا الحسن نخاف حسين من سواه ما يا من نخاف الخائفين نجنا مما وصلاة كل نخاف حين وسلام الله يا من واف الخائفين نجنا مما تبلغ الهدي نخاف الأمين وآل أصحاب يا من العفاف الخائفين نجنا مما ختمها نخاف للمسلمين المساكين يا من الضعاف الخائفين نجنا مما ورد الله نخاف المدين همهم ارحم يا من وراف الخائفين نجنا مما يا نخاف تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر يا إلينا تواب تب علينا سامحنا بما جنينا يا تواب تب علينا سامحنا بما يا جنينا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا وآخرة الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا يا وآخرة الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الأكفاء الله بتوبة وقبول إحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الله الأكفاء رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد يا الله رضا يا مضى الله رضا يا الله بتوبة وقبول يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة أستغفر الله وقبول أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى أستغفر الله رب الله البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من يا الخطايا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر يا ويرحم رب سألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا يا رب سألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو جد الغفران لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبي وحلان خائف إنك غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران ربنا نستعفيك ربنا نستكفيك ولنا ظن فيك يا رجل الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو لا الغفران تخيب رجي تحت بابك لاجي لم يزل بالداجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بعظيم الأسماء والصفات الحسنى والملائك جما وبجاه القرآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبيين الجام من أبينا آدم وبنوح الأكدام وخليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي ابن مريم وبهود الأكرم وبهادون العام والنبي بن عمران لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران وبجاه الأصحاب وبجاه الأقطب والولي الأواب شيخنا أبا سوداء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لمشايخ الإسلام أهل علم وأحكام والولي بن بسطام والولي بن جيلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا إله العالم يا إله العالم باب الشر يا إله العالم المشهر يا إله العالم والعلوي الأبرار يا إله من العالم بهم حالي يا إله العالم اليوم يا إله ما كما العالم هم في يا الغاب إله وإن العالم بدأ مني يا لهم إله يطلبوا العالم يا للغفران إله بالحسن العالم بن صالح يا إله بحر العالم نور طافي يا إله لا تكن العالم لي يا فاضح إله يا العالم صمد يا يا إله منان العالم مثل شيخ يا المشهد إله ابن العالم ناصر أحمد يا إله وأبي العالم ثم يا الجد إله في العالم المعالي يا لهم إله شان العالم جد لنا يا بالمظلوم إله والفرج العالم مثل يا أيوب إله العالم وبفرح يا يعقوب إله حين العالم زالت يا إله الأحزان العالم ربنا اغفر وارحم إله واعف العالم عما تعلم يا إله فإن العالم جودك ادعم يا إله إنس العالم خلقك يا والجان إله ودروس العالم القرآن يا إله واجتماع يا الإخوان إله العالم لدعاء يا الرحمن إله سرهم العالم والإعلان يا إله العالم والحبيب يا المحضار إله دائما العالم بالأسحار يا إله قائلا العالم يا يا غفار إله جد العالم لنا يا بالغفران إله استجب العالم لي واسمع يا إله ولنا العالم الكل أجمع يا إله ولمن العالم لك يضرع يا إله طالبا العالم للإحسان يا إله وصلاة العالم تترى يا إله لمن خص العالم بالإسرى يا إله العالم وذويه ضرا يا إله في العالم جميع الأزمان يا إله العالم يا علم السر منا لا تهتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا علم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا علم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بات الأسباب مستدركا بعدما مات يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا واسع كنا جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا موجب كنا الخلق ترى ومسع الكل برا أسألك أسبل سترى على القباء والأخطاء يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا من يرى كنا سر قلبي حسبي ابتلاؤك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واسلك قصودي والأعمال يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث ربي عليك كنا اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا ربي كنا إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا واد يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا
واعف عنا وكلنا حيث أشكو إليك كنا. وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل يا والقال. علم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث وحب الدنيا كنا. ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وهزوها آفات وأشغال. يا علم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث على كنا. قوية عن سبيل السوية أدحط روج علي وقصدها الجاه يا والمال. علم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا يا حيث رب قد كنا. غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأكبار. يا علم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا قد حيث استعنتك كنا. ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجا. يا علم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا يا حيث ربي يا كنا. خير كافي أهل علينا العوافي فليس شيء مخافي عليك تفصيل يا وجمال. علم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. لا إله إلا الله لا إله إلا يا ربي الله. عبد ببابك لا إله إلا وشاء لي الله. مع دبك لا إله إلا ويرتجي الله. لثوابك لا إله إلا وغيث الله. رحمتك هطال لا إله إلا وقد الله. أتاك بعذره لا إله إلا وبانكسار الله. وفكره لا إله فزن إلا الله. بيسرك عسره لا إله بمحض إلا الله. جودك والإفضال لا إله إلا ومن الله. عليه بتوبة لا إله وارسل إلا من الله. كل حوبة لا إله إلا واعصمه الله. من شر أوبة لا إله إلا لكل الله. ما أنه قد حال لا إله إلا فأنت الله. مولى الموالي لا إله إلا المنفرد الله. بالكمال لا إله إلا وبالعلا الله. والتعالي لا إله علوت إلا عن الله. ضرب الأمثال لا إله إلا جدك الله. وفضلك وبرك لا إله برك إلا وبشرك الله. وقهرك لا إله يخشى إلا الله. ذكرك وشكرك لا إله لازم إلا الله. حمدك والإجلال لا إله يا إلا ربي الله. أنت ناصري لا إله إلا فلقني الله. كل خير لا إله اجعل إلا جنانك الله. مسيري لا إله واختم إلا الله. بالإيمان الأجال لا إله إلا وصل في الله. كل حالة لا إله على إلا مزيل الله. الضلالة لا إله إلا الله. كلمته الغزالة لا إله إلا محمد الله. الهدي الدال لا إله إلا والحمد الله. لله شكرا لا إله على إلا نعم الله. منه تترى لا إله إلا محمد الله. سرا وجهرا لا إله إلا الله. وبالغدايا والأصال لا إله إلا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ربنا يا المسلمين. كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. فدرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على وما لنا المسلمين. ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ربنا يا المسلمين مجيب أنت السميع الكريم ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على تنزل المسلمين العنا عنا وتثني المنى منا وكل الهنا نعطه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على الجدود المسلمين وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المنصرات المسلمين يقيم للصلوات يعمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على كل الهرم المسلمين يقهر كل طغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على الغيث المسلمين عامنا في مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الشاكرين وتوفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على طه المسلمين الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ربي المسلمين جزيل وكل فكرك جميل وفيك آملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاك لمن بذنب رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على كل المسلمين الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين إذا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين شيخ الحضرة حسلنا نظرة بجاه لله يمحو الذنوب الله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو الذنوب عبدي الله بحمد الله ونستمد بالله بجاه لله نفوز بحول الله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو الذنوب بفضله الله الشامل يصلح لنا العاجل في الحال والآجل والكل فضل الله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو الذنوب وبعد جاء الله النظم من الشريف الضخم عن الجمال الفخم حبيبنا في الله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو الذنوب انضالي
بالمحضر المخمد الصبر مظهر الأسرار سليل أهل الله الحضرة سلنا ندرى بجاه الله قادت القدوة سادت الصفا ذي ما لهم شهوة إلا لذكر الله الحضرة سلنا ندرى بجاه الله مثل الإمام الفخر عن رفيع القدر كالشمس لا كالبدر يضي لخلق الله الحضرة سلنا ندرى بجاه الله أبو بكر بن سالم وحتف للظالم الفجر الغاشم يهليك بأمر الله الحضرة سلنا ندرى بجاه الله ويمضي الغارق إن كان به واثق يلحقه بالسابق هذا بفضل الله الحضرة سلنا ندرى بجاه الله فقرأه العبد فحشد من نجد وقال لعل السعد يأتي بجود الله الحضرة سلنا ندرى بجاه الله والعبد الجاني كثير عصياني كثير طغياني كم خالف أمر الله الحضرة سلنا ندرى بجاه الله أسى بحق القوم نلحق بهم في اليوم وما جرى من لهم يغفر بجاه الله الحضرة سلنا ندرى بجاه الله لأنه حائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله الحضرة سلنا ندرى بجاه الله يا سادتي غارة في الحال بدارة ما في الكبد مارة الله 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 الحضرة سلنا ندرى بجاه الله قوموا معي قوما وقت الذي روما كله مدى نوما يجي بعون الله الحضرة سلنا ندرى بجاه الله كفى ما بدول أصوابي في الحال يا أحبابي فإنكم بالله الحضرة سلنا ندرى بجاه الله كونوا لنا نصر بسيف القدرة وكلما نكره شوه شيء لله الحضرة سلنا ندرى بجاه الله حيا بكم هيا للدين والدنيا حيا بكم حيا حيا بنصر الله الحضرة سلنا ندرى بجاه الله يقدمه جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد قل في الوقت جار الله الحضرة سلنا ندرى بجاه الله والمصطفى الطاهر والمرتضى الناصر وابنه والباكر والكل حزب الله الحضرة سلنا ندرى بجاه الله حسبي بهم حسبهم صفة الرب في الفضل والقرب والكل لله الحضرة سلنا ندرى بجاه الله وصلي وسلم دوب على النبي المحبوب يحصل المطلوب أجمع بفضل الله الحضرة سلنا ندرى بجاه الله الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن أهل الخاتمة العقول السليمة وأهل القلوب العالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة معازمة وبصدق نية جازمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن إلى الخاتمة المنتهى قد قال أرباب النهى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها دعوة عجيبة تامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا ألطف بنا واغفر لنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بخير عندنا إبانا يوم الطامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة آتنا أن قريب كل له منه نصيب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دان أو نسيب فهو مصيبة عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن ثم إذا الخاتمة مت أتوك وغسلوك وكفنوا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن وشيعوك الخاتمة وألحدوك وصرت جيفا خما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا رب الخاتمة كل يا معين إذا رشحت ملجبي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن واختم الخاتمة إلهي باليقين من قبل لوم اللائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن دنيا الخاتمة كماهل المكر إن
إلى ماهل الممر يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة أمن في النظر ولا تكن كالسائمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة معنى أمل وكسبنا كل الزلال يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة أنا فيك أمل تحيي العظام الرمال يلا بها يلا بها يلا بحسن قد حان الخاتمة حين الانتقال والعمر ولا في ضلال يلا بها يلا بها يلا بحسن لكن الخاتمة أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة القبول. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم وتخلق بأخلاقهم ويحشرنا في زمراتهم في عافية. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا علوي بن عبيد الله وسيدنا محمد بن علوي وسيدنا علي بن علوي وسيدنا خالد قسام وسيدنا الفقيه المقدم وسيدنا محمد صحيب مربت وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علوي بن الفقيه وإخواني وسيدنا علوي عم الفقيه وابني أحمد وعبد الملك وعبد الرحمن وسادتنا علي وعلوي بن الفقيه وعلي وعبد الله بن علوي بن الفقيه وسيدنا محمد مولى الدويلة والشيخ عبد الرحمن السقاف وأولاده الشيخ أبي بكر سكران والشيخ عمر المحضر وإخوانهما والشيخ عبد الله علي الدروس وأولاده أبي بكر علدني وإخوانه قطب الرباني سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ أبي الحسن الشاذلي الإمام محمد بن إدريس الشافعي وشيخ علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن أحمد وشهاب الدين وشيخين محمد جمال الليل ومحمد مولى عيدد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله باشمال وسيدنا محمد بن عبد الله وشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه هقيل بن سالم وسيدنا عمر بن عبد الرحمن الأطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الله بن علاوي الحداد صاحب راتي والحبيب أحمد بن زين الهبشي والحبيب أحمد بن محمد الهبشي مولى شيء والحبيب عمر البار والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفكي والحبيب حامد بن عمر حامد وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن ظاهر وأخيه ظاهر بن حسين بن ظاهر إمام وهد الأهقاف الحبيب عمر بن سقف بن محمد الصافي السقف وسيدنا أحمد بن محمد المهضر وسيدنا أبو بكر بن عبد الله بن طالب الأطاس وسيدنا علي بن محمد بن حسين الهبشي وسيدنا علوي بن علي بن محمد بن حسين الهبشي وسيدنا أنيس بن علوي بن علي بن محمد الهبشي والحبيب عبد الله بن شيخ الأيدروس والحبيب أحمد بن عيدروس الأيدروس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابن علي وابن عبد الله بن علي المشهور والحبيب أبو بكر الأدني المشهور والحبيب سالم بن حفيظ والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاتري والحبيب مهدي الشاتري والحبيب أبو بكر الشاتري والحبيب حسن الشاتري والحبيب سالم بن عبد الله الشاتري والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابنه محمد بن علوي بن شهاب الدين والحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب الدين الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف قرسي الحبيب جعفر بن شيخان السقاف الحبيب عبد القادر بن حسين السقاف الحبيب علوي بن سقاف السقاف الحبيب صالح بن حسين الحامي تنقل والحبيب حسين بن هادي الحامد براني والحبيب علي بن عبد الرحمن الهبشي كويتان والحبيب محمد بن حسين الإدروس والحبيب محمد بن إدروس الهبشي والحبيب علوي وحسين بن محمد بن ظاهر الحداد والحبيب عبد القادر بن أحمد السقف جدة والحبيب عبد القادر بن أحمد بالفكي مالن الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفكي والحبيب السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي وسيد عباس بن علوي المالكي والحبيب حسن بن محمد بن هود السقا والحبيب إدروس والحبيب شيخ بن إدروس الحسني والحبيب شيخ بن عبد الرحمن السقا والحبيب هود بن إدروس الحسني
والحاب ثم وسوس إلى روحي كي الحاج عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بسروان ثم وسوس إلى روحي كي نواوي بن الحسن سيدوغيري كي خليل سيدوغيري كي حسن سيدوغيري كي عبد الجليل سيدوغيري كي نواوي بن عبد الجليل كي عبد الجليل وجميع المشايخ سيدوغيري ثم وسوس إلى روحي كي نور سالم بروغاتون كي هاشم رافعي كي جاسم بن نور سالم وجميع المشايخ بروغاتون ثم وسوس إلى كي محمد سبادر كي أحمد جفري كي محمد علي مرتضى وجميع المشايخ بسوء ثم سسن إلى روح الجد باه مهاجر باه علي رستم باه عبد الله باه مزينة كي أحمد بشيري عبد الله كي خالد عبد الله كي ماشد عبد الله منصوب علي عبد الله ابن مسكوب عبد الله ثم سسن إلى روح كي زين العابدين كي أنس كي برهان كي منير علي ثم سسن إلى روح كي إمام ثم سسن إلى روح كي بدر القمر وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي أبي علوي وشيخ سعد المودي وشيخ سالم بن فضل وشيخ علي بن محمد الخطيب وشيخ سعد بن علي مدحت وشيخ عبد الله بن أحمد بسودان ومشايخ الحضرة الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومعلمنا وكاتب الحضرة ووالديه وجميع المسلمين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور والكرامة ومن جاء منه خير أو وصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة. الفاتحة. الفاتحة ببركة الحضرة الشريفة وهؤلاء سادة الأنجاب أن الله يسله الإمام والأمة والراعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنية مريئة نافعة ويدر فيها الخير والبركة ويجل بها ويسل سادة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويواسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويدفئ نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاقتداء به وبسلفنا الصالحين أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأموله على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة هذه الحضر على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله رضي الله عنكم وقال حفظه الله ونفعنا به وبعلوم في الدارين إلى أن قال وقال سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلوم في الدارين لا يفارق السالك الواصل في شيء من الأمور إلا في أمرين. الأول حصول الكشف والثاني القيام بالفرائض والنوافل مقرونا باللذة والراحة كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة. والسالك يقوم بوظائف العبودية مع المشقة والمجاهدة ومن قال بغير هذا فليس من أهل الطريق ولا عنده خير من الذوق والتحقيق. انتهى من المكاتبة. وقال سيدنا الإمام أحمد بن زل الهبشي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين
لا يقوم الباطن إلا بالظاهر ولا الحقيقة إلا بالشريعة كما أن البناء لا يقوم إلا على أساس ولا يبنى إلا عليه والظاهر ضرورة الباطن فمن رام البناء قبل إحكام الأساس لم تسلم له دعوى ذلك ولا قبل منه لأن الظاهر للباطن كالشجرة للثمرة وربما اغتر بعض المتصوفة إذا ناداه الحق بشيء من الثمرات من ثمرات سلوكه قال هذا هو المقصود وقطع شجرة الأعمال استغناء بثمرة عن المثمر فسوف يضمحل الثمر بعد فوت المثمر فيموت صاحبه جوعا انتهى من قرة عين ومما قيل في تفسير اليقين في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ما قاله الحبيب أحمد بن حسين العطاس بن حسن أحمد بن حسن العطاس نفعنا الله به وبعلو في الدارين اختلف أهل الظاهر وأهل الباطن في معنى هذه الآية فأما أهل الظاهر والمتقيدون بظواهر الألفاظ فقالوا المراد باليقين هنا الموت وأهل الله يقولون اليقين هنا الفتح والمعرفة فقيل له وإذا جاء اليقين قال عبد الله على حق ويقين وبصيرة ونور ومعرفة انتهى حكاية حكي عن الإمام السيد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلوم في الدارين وقعت له مع الشيطان وذلك أنه رأى في بعض سياحته نورا قد ملأ الأفق وفيه صوت يقول يا عبد القادر أنا ربك قد أسقطت عنك التكاليف فقال الشيخ كذبت يا لعين وأعرض عنه فلم يزل ذلك النور يطمحل حتى برز منه الملعون وقال لسيدي الشيخ عبد القادر إنك قد ثبت وقال فتنت قبلك 70 من أهل الطريق إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. الإمام الحبيب عبد الله بن Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa arda, semoga Allah merahmati beliau dan meridai dan kita mendapatkan keberkahan beliau. La yufariqus saligul wasilu fi syai' illa minal umur illa fi amrain. Tidaklah seorang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali terus-menerus tidak akan berpisah daripada dua perkara. Bagi orang yang menghendaki al-wusul ilallah, as-salik al-wasil, orang yang ingin sampai kepada Allah, dan orang yang sudah sampai kepada Allah tidak akan pernah lepas daripada dua perkara. Al-awwal husulil kasyaf, dia sudah terangkat kasyaf atau penutup daripada orang-orang yang telah sampai kepada Allah. Artinya beribadah kepada Allah seakan-akan telah melihat kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah, kamu meyakini Allah melihat kepadamu. Kalau tidak mampu, maka kamu merasalah selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Takok ke neraka, seakan-akan ngetelak ke neraka. Terus masuk surga, seakan-akan merasakan nikmat daripada surga. Jadi terono ongguan, takon ongguan orang-orang yang selepon ledepak dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Masyarik wal Magharib Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, yang dikutip oleh beliau Al-Haddad dalam kitab Nasahid Diniyah, "Lau kushifal ghita'u masdattu yaqina." Kalau seandainya penutup ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hal yang menutupiku dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngetelak neraka dengan sebenar-benarnya, ngetelak seksaan dalam neraka dengan sebenar-benarnya, melihat surga dan kenikmatannya dengan sebenar-benarnya, masdattu yaqina, sama sekali tak bakal nambahin tang keyakinan. Tapi ngetelak bi tak ngetelak pada, saking diri mantepah keyakinan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah kulit sambian ni kah teroda pada Gusti Allah, tetapi tak hasil al-kasyaf ni kah
Kita pak depak berarti ya terus belajar punan sampai benar-benar takok nongkuan bener karo depan hadroh takok majelis takok tepak ngaji takok ada orang punya orang bagun takok nah saksian orang atau tek saksian orang kita tetap takok maka orang selade pak dekat Gusti Allah pasti dua hal kak dinto selalu menyamai kira kashful napa nyaman husulul kasyaf mereka sudah terangkat daripada penutup-penutup sehingga mereka menyaksikan betul-betul menyaksikan. Kedua, al-qiyam bil faraid. Orang seampun ledepak daga Gusti Allah ini pasti al-qiyam bil faraidi selalu menegakkan melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup faraid wan nawafil. Sunnah-sunnah tak pernah tinggal ben orang-orang sedepak ke Gusti Allah. Magrunan bil ladzat war rahat. Dan mereka bukan hanya mengerjakan sesuatu yang wajib ataupun yang sunnah disertai dengan ladzat merasakan kenikmatan di dalam beribadah merasakan ketenangan di dalam beribadah ini pun mulai berhasil berarti mana mon ki terpaksa beribadah beribadah ya jauh berarti nah, orang-orang singa ni ampun depak dekat ladzat depak deka rohah ketenangan hanya di dalam beribadah kenikmatan hanya di dalam beribadah ketahuilah tak ada orang seahli ibadah deka Allah Subhanahu wa taala melebihi orang seampun lang ngelaksanakan apa se wajib kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Imam Sayyidina Umar ibn al-Aziz rahimahullahu taala beliau mengatakan inna afdalal ibadah sesungguhnya paling utama-utamanya ibadah adaul faraidi yaitu melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala menegakkan fardu-fardunya wajitinabul maharimi dan menjauhi yang menjadi larangan-larangannya ini paling afdalul ibadah afdalul ibadah nih ngelakonin apa sih wajib bagi tineng Gusti Allah nyawin apa sih larang tineng Gusti Allah afdalul ibadah ada melebihi keutamaan ibadah nikah. Maka kita belajar untuk bagaimana kita terus meningkatkan kualitas ibadah kita sekalipun kita tidak merasakan ladzat rohah tapi paksa. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir beliau saking merasakan ladzat, merasakan nikmat di dalam beribadah sehingga beliau di siang hari bulan Ramadan tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena mau membaca Al-Quran ning ting siang bulan Ramadan bibir gerasa manis. Bibir gerasa manis. Karena pun beliau ampun depak deka yakni ar-raha wal ladzah ladza war raha. Taib sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dirundung duka, dirundung kesusahan, kesompekan, maka jalan keluar untuk cari hiburan Nabi memanggil sahabat Bilal. Ya Bilal, arihna ya Bilal, arihni ya Bilal, arihni ya Bilal. Hibur singkok Bilal. Apa hiburan Kanjeng Nabi? Wa ju'ilat gurratu aini fis shalah. Ketenangna Kanjeng Nabi, hiburna Kanjeng Nabi adalah ngelakonin salat. Bitabi uli sampean. Mun sompek mesti tak bejeng. Mun sompek tambah tak hadir majelis. Karena yang tambah sompek. Mun sompek tak baca Quran. Karena mau baca Quran tambah sompek. Entar ke tempat-tempat sekira menghibur, ke gunung, air terjun, nyongok macan, nyongok ketang, terhibur. Ya, nyongok keindahan alam. Tetapi ibadah sama sekali tak menghibur. Adapun orang-orang sesoleh, lah tak demikian. Bila andik kesompekan maka sedeti pelarian, sedeti tujuan utama adalah yang kita itu beribadah dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasalik yagumu biwadhaifil ubudiyah ma'al masyaqqa wal mujahadah. Tentunya mereka tidak akan pernah sampai kepada Allah kecuali dengan ubudiyah ma'al masyaqqa. Ki masyaqqat kada tak moro-moro nikmat. Wal mujahadah mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tak moro mencapai kedudukan seteki dari bebe kada. Pada andi sengkah. Pada bede tak kenceng, pada bede nafsonna. Tapi mereka sudah melalui tahapan demi tahapan sehingga mereka sudah mencapai kedudukan yang sangat tinggi. Nah kulit sampean pun tak bisa ngelatih nikah.
Mun terus menerus dalam keadaan sengkah, tak kenceng sengkah, malas tak kenceng sengkah, ya akhirnya tetap sampai tua tak ngerasa nikmat ibadah. Dek remah munajat ke Gusti Allah nikmat ta, dek remah nikmat qiyamul lail bejeng malam, dek remah seakan-akan baca Al-Qur'an ni seakan-akan langsung munajat ke Gusti Allah sampai tua tak ngerasa karena kelas kuliah sampai ni masyakoh terus, berat terus, ya mujahadah. Masa orang langsung candeng coba tamanjon kulino tak moro kulino orang neka paksa kada ini orang sak rokok mau moro langsung mato rokok be contoh rokok orang sak moro tak moro langsung tak moro deh ya tak moro langsung tak langsung sat tok ya beto ya kepelengan beto kepelengan nyejel bolehnya sampai mun tak rokok tak nyaman mun tak bejeng duha tak nyaman, mau tak baca Quran aja tak nyaman, beda sekorang hakata terus mau tak latih mujahadah riyadhah terus kulit sampai dalam keadaan nggak nikah tapi lambat laun sedikit demi sedikit mau tak sholat berjamaah seakan kurang ibadah nih mau tak pakai siwak tak nyaman mau tak berjamaah tak nyaman mau tak baca yasin tak baca waqi'ah ya tak baca tabarok kurang sempurna taib. Wa qala Sayyidina al-Imam Ahmad bin Zal Habashi nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid darain la yagumul batinu illa bil-zahir walal haqiqa illa bisyari'ah. Tidak akan yagumu, tidak akan menjadi sempurna al-batin batin kita kecuali kelaban zahir. Zahir nikah menunjukkan batin, al-zahir tadullu alal batin. Maka zahir nikah juga kita perhatikan bagaimana ibadah kita tetap berhubungan dengan batin sebagaimana walal haqiqa illa bi syariah, ada yang hakikat kecuali syariat. Tahu sahabat jeung tahu sapa sadem ada pak ke pangeran yang sahabat jeung bikarwan de pamun sengka kok ki masyaqqah ki mujahadah ada cerita orang de pak ke pangeran tak bejeng re ada congok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayangaki para ulama Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir de rama ibadana Imam Ali Zainal Abidin qiyamul lail tahajud 1000 rakaat. 1000 rakaat. Apa lantas kemudian terus tenang-tenang sampai beliau terkenal al-bakka, orang yang sebanyak nangis dekat Gusti Allah. Benih tambah enteng aki faraid, benih enteng aki bareng sewajib. Ya, walal haqiqa illa bi syariah kata beliau. Syadabu Imam Ahmad bin Zainal Habashi. Tidak akan terwujud hakikat kecuali dengan syariat sebagaimana kama annal binaa la yagumu illa ala asas wala yubna illa alaih. Tidak pernah ada mungkin satu bangunan kecuali di atas pondasi. Jangan berharap bangunan akan menjadi kuat kecuali dari pondasi yang kuat. Tak mungkin itu terjadi. Wala yubna illa alaih, bangunan tidak akan pernah terbangun kecuali di atas pondasi. Ada ceritanya. Maka kuataki akidah kul manjenengan sampai terpengaruh bi orang-orang sing ngak nikah sebekal menghancurkan faraid sunnah-sunnah tak lakonin la wala duha wala qiyamul lail wala maca Quran dopak ke pangeran wis depak engkau lah depak demak kaki stres kaki sedepak gila ya gila engkau kurang selekorare sedepak iya segila kaki kurang selekorare maka ngestete engku dalam masalah nikah terus mujahadah terus riyadhah solat sunnah nih tambahin solat sunnah solat sewajib sampai tinggal karena itu termasuk afdalul ibadah. Taib. Faman ramal bina qabla al-ihkamil asas lam taslam lahu da'wa dzalik. Maka barang siapa yang tidak memperhatikan barang siapa yang memperhatikan bina hanya ingin membangun satu bangunan qabla ihkamil asas sebelum memperhatikan pondasi lam taslam lahu da'wa dzalik, maka orang tadi itu tidak dibenarkan mengaku sudah sampai kepada Allah. Cak parjaja. Wala gubila minhu, cak terima. Mun pondasi pon cara kacer, pembangunan di cara kacer. Medeng kapi de kitu tina. Merek kapi de kitu tina. Cak terima. Cak sampai kula panjenengan tro tawa, tro diskusi, tau usah diskusi, tau usah tro tawa. Wis, ari bele jaga. Karena apa? Pada bungka ben ramo. Ya, ramo nikah mate, bungka ya mate. Mon bungka mate otomatis tak berbuah. Saya berbuah bedeng kadang
Buah kelak mula pesa, keker dari bungka, berarti bucok. Sampai dengan juga orang mula pondasi rapuh, ramon tak kuat, data senorok rapuh. Keneng angin, rebu, tendeng angin, rebu. Tapi ketika akarnya kemencakar ke dasar bumi yang dengan sangat kuat, menyerap aing-aing kelak sing kesehat. Nah, menghasilkan buah sesegar, semane, nyaman untuk EDR. Taib. Qalahul Habib Ahmad, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Allah sehingga kamu benar-benar meyakini atau datang keyakinan. Yakni apa saya maksud yakin? Mayoritas para ulama mengartikan hatta ya'tiyakal yakin, al-yakin huwa al-maut. Sampai mati tetap ibadah. Sampai mati tetap ibadah. Allah Ta'ala syadabu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Cak buambu cak merasa tobu kelaban ibadah, cak marah bi ibadah lah depak lah tak usah ibadah dari dimah. Depak tak ibadah. Allah Ta'ala makalah Al-Qur'an sampean. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ibadah dekat Gusti Allah sampai mati. Ibadah sampai mati. Kata beliau, ulama zahir mengartikan engki kak dinto makna hadhil ayah ahlu zahir engki kak dinto al muradu bil yakin huwa al maut. Wa ahlullah adapun ahli Gusti Allah, orang yang ahli ma'rifat, orang yang ahli ibadah, mereka mengatakan yaqulu al yakin huna al fathu wal ma'rifah. Mereka beribadah betul-betul melihat betul-betul ma'rifat dekat Allah Subhanahu wa taala. Terbuka lebar kapi tanpa ada penutup-penutup, tanpa ada halangan daripada orang yang seibadah kelak. Terus mula depak mula ngatella apakah terus ambu? Wa idza ja'a ahli yakin? Apakah mereka sudah ketika ahli yakin sudah datang kepada mereka hasil keyakinan yakni al-fathu buka kapi dengan Gusti Allah, saya menutup, saya gaib apa katon, apakah terus ambu? Qala, maka mereka mengatakan abadallah ala haqqin wa yakinin wa basiratin wa nurin wa ma'rifatin. Semakin sempurna. Semakin sempurna. Sampian ni kenal ke ulama, kenal ke kiai, kenal ke habaib, kenal dek guru. Orang yang kenal mesti tambah takok. Karena sampean kenal dek remah otamana fulan, kiai fulan, dek remah keistimewaana habib fulan bin fulan. Karena sampean kenal. Mun tak kenal pantes. Tak hormat, tak takok wajar karena tak kenal. Mak beda orang saya kenal, tahu benare ngatella benare oneng tapi tak hormat, tapi tak takdim. Kan cara kelu berarti. Benar berarti mula tahu ngenteng akinten justru semakin sempurna ibadah nada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Cerita nikah sangkun ampun sekut eke beban para ulama. Hikayah berisitung cerita. Hukiya anil Imam Sayyidi Abdul Qadir Jailani, Sayyidina Imam Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani waqa'at lahu ma'as syaitan. Situng bekto beda kejadian si terjadi dekat beliau yentaren bi setan. Jadi setan dia mau naku dereng soleh, setan dia hebat kia, bener kelas cuk kerucuk. Jadi setan mau naku de orang sesae, setan pelean. Mengkaro kengko bibande karo kelas cek setan, letak gelar pak. Bono se jenderal pral tak mampu apa pun. Ini orang-orang setan-setan yotos nih ka soro nih ka pelean kapi. Wadhalika annahu ra'a fi ba'di siyahatihi nuran qad mala al-ufuq. Beliau pernah menyaksikan cahaya yang meliputi ufuk dari pocak borok pocak timur. Cahaya dari pocak borok pocak timur. Wa fihi sautun beda suara. Yaqulu ya Abdul Qadir, suaranya kan ngocak. Wahai Abdul Qadir, ana rabbuk. Engkau pangeran kakek. Qad asqattu ankal takalif. Aku telah menggugurkan darimu at-taklif, kewajiban bagimu. Abdul Qadir, salat bagi orang lain wajib, kang kuiban tak wajib. Pasah kang kui orang, kang kuiban tak wajib. Wis, mulai setia bentau sa ibadah, mulai setia benda depak kang kau. Dak ramah. Boleh sampean bah berde suara ngak nikah. Ngatela, ya to lo ngaku beliungku jala bola. Namo lamat malum mah, yang kak malum mah. Berde cahaya, berde suara. Laris pak. Ya, mulai rekam.
rekam bareng video wah tambah beda bukti ponan. Maka Syekh Abdul Qadir ada bu faqala Syekh kadzabta ya la'in, pendusta kau wahai yang dilaknat, congoco kake carpa kake wa arada anhu. Maka Sidina Abdul Qadir berpaling dari tak ngereken, tak percaya. De cahaya sing ngucang tak percaya. Falam yazal dzalikan nur yatmahillu hatta baraza minhul mal'un. Terus berusaha tak bambu. Jadi ada setan ni keputus asa tak ada, Pak. Oh putus wis lah nyelo cetak engko ambu ada. Wis lesok kapi sakek kapi engko tak kuda lah. Enten. Sampai ongko orang betul-betul mate kape rongku. Baru setan ni ke ambu lah. Tak pernah setan ni keputus asa. Terus menerus berusaha tak bambu. Sampai benar-benar setan ni menampakkan diri. Karena yang pun tak hasil. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Wa qala li Sayyidi Syekh Abdul Qadir. Maka setan ngocak dekat Sayyidina Syekh Abdul Qadir, innaka qad thubbita. Hebat sama Syekh Abdul Qadir. Kuat pondasina, mapan pondasina. Qad fatantu qablaka 70 min ahli tariq. Aku benar-benar telah menfitnah, merayu, menggoda orang-orang yang sekelas sampian qablaka sebelum orang-orang sebelum kamu, orang-orang sebelum kamu. 70 wali keker kebelikna. Elang sifat wilayana. Kudah cara ngak sampian nikah, tapi sampian sabbata. Kuat sampian nikah, hebat sampian. Apa kata beliau? Naam, li anni a'budullaha bi'ilmin. Karena engkau ibadah dekat Gusti Allah benih lawaran bi ilmu. Lah wong Kanjeng Nabi baiki asolat kok. Mak dadi engkau biyen tak bagi apa aja. Anda apa lalai nari sampean lebet mempeh. Nemu wangsit, nemu lamat, we tau sapa jeng lah, we gendeng kake. Cek torote je gila kake deki. Cek mak semak dorengan nikah. Pacet mereka memang ngocak ni kepinter. Doyo. Pacet ngocan pinter. Tapi orang se pondasine tak kuat terpengaruhku. Terpengaruh cek karo kelas gulu sambian. Orang-orang se di ilmu sekalipun bisa terberdaya, tertipu. Kaya Syekh Abdul Qadir congo. Benekun cuma tak kunangku, pocak ber, pocak timur, langit ini kan, empun iliputin bi cahaya terak, beda suara. Tapi beliau tak percaya, berpaling dari suara gele, tak percaya. Aneka lagi-lagi ilmu mon manfaat, ya mantar mau ke ilmu konvensi dengan manfaat, bisa memperkuat keimanan, keyakinan dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari debu neka dan nasihat neka. Nah, kita harus memaksakan diri untuk selalu beribadah taat kepada Allah. Terus paksa sampai sedikit demi sedikit mungkin ngerasa aki sekuni dari mana si ibadah. Ngerasa aki sekuni tenang dalam ibadah, tenang dalam majelis zikir, tenang dengan Al-Qur'an, tenang kelaban ibadah dan lain sebagainya. Tapi sampean ki tenang kelaban musik, tenang kelaban selain taat dekat Gusti Allah, bahkan mungkin tenang kelaban maksiat. Ya. Diskotik tenang, cekson tenang, orkes tenang, tak nemu ketenangan kelaban zikir. Padahal Allah Ta'ala pun menjanjikan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mula kelaban zikir ke Gusti Allah tak bisa tenang, apa boleh sama tenang? Janjin Gusti Allah swarga tak tenang. Ancamna Gusti Allah neraka tak matako. Ya wis, ndak setrum berarti wis. Ya, jadi tertipu dengan ucapan-ucapan seorang hakikat tanpa syariat. Norok orang sing kening torok bae lah. Adapun pada orang sing ngak nikah wallahu a'lam. Sejelas kaulun panjenengan andik guru, mun kas andik guru, ya dina guruna. Kulit sampean andik guru. Al-faqir bener orang kepintaran kealiman hanya sebatas pengetahuan dan kaula, guru tak pernah ngajari kadaria. Guru tak pernah ngajari nikah. Saya ngaji ke Pondok Katon. Romo ya Hashim ya Jasim 5 waktu salat berjamaah. Saya ngaji dari Sidogiri. Yai Sidogiri jarang meninggalkan sholat berjamaah kecuali darurat, sakit atau apa musafir. Bahkan sebagian masyayikh Sidogiri tak salah Ki Abdul Azim, beliau set neku, walaupun neku ni tak bisa nguncur, gintung dak sholat berjamaah sampai koca manon masjid, polana selalu berde masjid. Nah kaca dak siapa kage. Montuk dem, ngira tertawa. Montuk ini mebesuruan, montuk ke Pondok Katon, montuk ke besuk.
Tanya ki, toman tang ngajar ka dari ya. Ndak untuk dak bendungan ka ke. Ya ku syairi deh ya ta. Ki Muhammad Ghautullah deh ya cara ngajar bila entuk sabajeng. Hah? Cukup enggak deh ya. Ngaji dak mah ke. Pula ngaji dak barongan. Ngaji dak rengge-rengen, berarti hati. Mas Syahid tak ngajar enggak nih ke sopung guru ngajar enggak nih ke Pak? Tade Pak. Tanya, saya ngaji ke pelajaran, Mbak Abdullah, 5 waktu ke masjid, sampai tua, sampai mati. Mbak ini tandi otang sholat. Tandi otang sholat Mbak ini. Tandi otang sholat 5 waktu. 5 waktu ini ke masjid. Haji Daman Nuhuri almarhum tukang nonton dari dalam ke masjid. 5 waktu Pak. Tukang akopuk Mbah, tukang akopuk. Napa nokui waktu nih kah? Duhur akopuk. Tok soro adzan, asar akopuk boleh keloneng bila nih kanton. Hilari lah torok lah, no apa noro ase kadari ya, saya nyar kadari, no apa, ya, karena kan tuh nih kenang punya, king tak kata arah deh ya, hati-hati, bila norok guru ngaji, patepak, jangan norok orang nganeka karena hakikat tanpa syariat, pada orang abangun, di atas bangunan tanpa pondasi tak bisa kama, pondasi na beta biasa, yancor pondasi kudu botor aja. Mohon parlo beri sepatu apa sebarang supaya ke atas lebih mapan. Ya, makanya Syekh Abdul Qadir tak percaya jadi kudean nggak nikah. Ya, kudean tak nikah. Are ngaji ate tak usah aji. Omong ngaji ngaji Al-Qur'an mah tenang. Anu apa ngaji de selain Al-Qur'an ngaji ni gila zikir bisa mah tenang ke ate. Cukup ponan. Ki orang tadi ditambah Al-Qur'an. Huwa syifaa'un lima fis sudur. Al-Quran tadi obat kan kui orang sebanyak penyakit hati na. Syifaun lima fis sudur. Al-Quran kita tadi obat wallahu a'lam. Ya termoga selamat, termoga kulman jenengan cekah iman Islam husnul khatimah, tetap dalam keyakinan dan akidah saya tepak, saya norok buntek ke guru, saya bisa dipertanggungkan jawab sampai kuaku ke akhirat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ya Allah hati sila. اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد ضش صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.